يو 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 يا هلا ومرحبا شباب، شو اخباركم؟ مشتاق لكم هواي. اليوم طبعا راح احكي بدون مايك لان المايك مالتي شويه صار بيه خلل. طبعا هاي المشاكل بس وياي يصير ادري بيها. شلونكم؟ مشتاق لكم، ادري بيكم هم مشتاقين لي. ظل هنا الحلقه راح تكون سريعه. جيب جلاس شاي مالتك وتعال تونس وياي. اشوفكم اشياء شباب غريبه عجيبه كذا، مو غريبه بس اشياء اول مره راح اعرفها انا، واشياء اول مره اعرفها راح تصدمون صراحه. قبل لا ابدا الحلقه، ما مشترك بالقناه روح اشترك، سوي لي مشترك وساتيله وانستا وتيك توك ضيفوني شوف مقاطع يوميا. لا تبخل باللايك والكومنت. اوكي اليوم نشوف شغلات اول مره راح تعرف غرض منها. شغلات دائما نشوفها وما نعرف شنو فائدتها صراحه. من الاشياء دائما اللي يتساءل عنها واقول شنو هذا الغرض منها. هذا القفل، شايفين القفل عليك بالصوره هنا؟ هاي المفتاح بصفه فتحه. هذا الفتحه دائما نتساءل هاي مال شنو؟ احسوا مال شنو؟ هاي وين ماكو قفل قديم وعتيق تريد تشغله وهو ما جاي يفتح، شو تسوي؟ مجرد تخلي بهاي الفتحه قطعه زيت ويفتح. يلا شنو تعرف؟ والله ما كنت اعرف، هسه يلا دريت. معلومات الجايه ممكن راح تستغرب منها وتصدمك، انا ما شايفها وياكم راح تكون ردة فعل. البرتقاله هاي شايفينها هنا، هاي اللي تصير على البرتقاله دائما العلامه، دائما تصير كتابه. احنا دائما عبالنا مثلا هذا تاريخ انتهاء البرتقاله، بس هو لا، الارقام دائما تسال هاي مالتي ايش؟ ممكن يعني كاتبين عليها مثلا جايه من كذا دوله او لا. بعدين بحث عنها اكثر طلعت مال شنو؟ اتحداكم هاي الارقام تمثل لك نوع التغذيه اللي مر بهاي البرتقاله. فواكه يضربوها هرمونات ويضربوها اشياء صناعيه حتى تكبر بسرعه، معرضه للمبيدات او ما معرضه، كل هاي التفاصيل موجوده بهاي الارقام. بس احنا اللي ما نعرف هاي الارقام ما نعرف نقراها. مثلا كذا رقم تعرضت للامونيا او تعرضت لرش المبيدات، تعرضت للتهجين. تخيلوا وانا والله ما كنت ادري، وانا كنت عبالي هاي جاي من الشرق. شيء غريب هسه اكتشفته. شايفين هاي شباب الورق، الخط اللي على جانب الورق، بالنا انه هذا غاية الملاحظة. سين ونكمل، جواب ونكمل. غرض الهامش طلع مو يجي قبل، مثل ما تعرفون قبل كان منتشرة الفئران والجرذان وتاكل اي شيء، ومن ضمنها الدفاتر والكتب. كان الكاتب يتعب ويكتب واخر شيء يلقى الكتاب ماكول منه بسبب الفئران. طبعا قبل ما كانت وسائل حديثة بصيد الفئران، فاكتشفوا انه الفئران خليت لها خط مستقيم ما راح تتجاوزه. النملة ذا شايفيها ما تتجاوز الخط حتى لو كان مرسوم مو حقيقي، فظلوا يخلون الخط بصف الكتابة. اذا ارادت تاكل الفئران ما راح توصل لها لحد الخط وتقطع. بعدين من تطورت الوسائل مال صيد الفئران والجراذين، جرذان خلوا هذا الخط موجود بس تغير استخدامه، مو للاستخدام يعني الهامش مثل ما احنا نسميه سين سواء جيم جواب. كنت تعرفون؟ لا والله ما كنت تعرفون، والله ما كنت تعرفون. انا هسه يلا دريت. كم سالتوا بنفسكم فد يوم ليش من دون المعجنات الدونات تصير بيها فتحه من النص؟ سالتوا نفسكم فد يوم لو ما سالتوا ليش؟ بحيث انت هسه من تمشي بالشارع نشوف شيء دائري وبنصه فتحه، معناها قلت هذا الدونات ليش اصلا بيه فتحه بالنص؟ قبل رادوا هذا النوع من العجين يتساوى بالاستواء كذا حراره. جربوا اختبارات عديده بالفرن، سووا شكله مثلث، سووا فتحه من النص، سووا فتحه، الى ان وصلوا انه لما تخلي فتحه بالنص راح يتساوى بشكل كامل وبنفس درجه الحراره. طلع عنا هذا الشكل اللي يخبل. والله مشتهي دونات، والله راح اروح اليوم اكل دونات. احكيلكم معلومه خطيره ممكن اول مره تعرفها عن النظاره الشمسيه. من اسمها نظاره لاجل الشمس، هي اختراعها ما اجى لاجل الشمس. صدقني هذا اختراعها اول ما اخترعه اللي يسكنون بالقطب الشمالي البارد متحجر من البرد. قبل كان شدة البرد الطريق كله جليد، هذا يسبب انعكاس للضوء من الجليد على عيون الساكنين بهاي المناطق، يسمى هذا بالعمى الثلجي. ما لقوا حل انه يخلون شيء على عيونهم بس راح يسدوا الرؤية. جابوا نظارة حفروها من العظام الحيوانات، خلوا هيك فد اطار وبنصها فتحه صغيره يعني بس للرؤيه. بعدين صارت نظاره شمسيه لها استخدامات للشمس والحاسوب وطورت. كنت تعرف لو ما كنت تعرف؟ معلومه هسه عرفتها ممكن تفيدكم. شايفين هذا الخط اللي فوق الاظافر اللي يصير مثل الشفه؟ مع هاي البنات سووا تاكل البنات يروحون يقصون هذا الفوق، بس الشيء اللي ما يعرفوا انه هذا الشيء جدا مهم صحه الانسان. هذا الوحيد اللي يمنع البكتيريا من الدخول داخل الجسم، غطاء يعني خلينا نسميه فوق الاظفر. بنات من نيجي نشيل لنا على مود الصبغ مال الاظافر يطلع حلو، البكتيريا هم راح تطلع حلوه جوا الجلد. هل كنت تعلم يا حبيبي؟ مين هذا دائما نشوفها بالتشيبس ليز وبعض المنتجات انه دائما يكتبون فوق الاسم او بصف الاسم حرف ار صغير. هذا تشيبس ليز الار بس هذا مكبرينه طبعا،
وبصفه يكون حرف ار صغير هنا. انا والله كنت ظني ما كنت اعرف صراحه، كنت عبالي اكتب مثلا ليز دوت ار او شيء، يعني صراحه يعني رضع كل عليه عبالي موقع الكتروني خاص بهم او شيء. لا بس الحقيقه هو شنو هذا؟ معناه منتج ببراءه اختراع تابعه لصاحب الشركه، وممكن يقاضيك اذا انتهكت الحقوق مالته، براءه اختراع ومالته. فمن تشوفون منتج عليه حرف ار يعني هذا ماركه مسجله وببراءه اختراع. كنت تعلم لو ما كنت تعلم. واو، وهي اشياء يعني اول مره انصدمت فيها والله، اشياء اول مره اعرفها صراحه. بس الحلقه صارت طويله ما اقدر اطولها عليكم. اذا تقدرون جزء مالتها ثانيه كتبوا لي بالتعليقات، واتمنى تشجعوني اكثر حتى استمر. لا تنسى الاشتراك بالقناه قبل لا تطلع لايك وكومنت. احبك وايد، تصبح على خير وشوف الحلقات الباقيه. ها